أهلا بيكم. النهاردة إن شاء الله هنكمل كلامنا اللي بدأناه امبارح عن المعتقدات الدينية عند المصريين في عصور ما قبل التاريخ. وعرفنا امبارح مجموعة من الأمور، إزاي بدأت فكرة الدين عن طريق المقاطعات، إيه وظيفة المعبود عندهم، كانوا بيختاروا اسمه إزاي، المعبودات كانوا بيتعاملوا معاها كروح وجسد زي ما احنا عرفنا امبارح. النهاردة هنكمل كلامنا اللي بدأناه ونشوف معلومات جديدة عن المعتقدات الدينية عند المصريين. كانوا بيشوفوا ان المعبود قوة ايجابية وسلبية، بيستمد الصفة دي من الطبيعة اللي هم عايشينها. يعني النباتات احنا بنبذر البذور، بيطلع النبات بيموت بعد كده، وبعدين نرجع نبذر البذور تاني، دايرة فيها الإيجابي والسلبي. قوة الطبيعة، النور والظلمة اللي هي كان رمزها حور وست، التقلبات في الجو، الحرب في الحياة بين القوة المعمرة والقوة الشريرة، يعني الدنيا فيها خير وشر. فكانوا يشوفوا المعبود برضو إيجابي وسلبي، والصراع ده بين الإيجابي والسلبي وبين الخير والشر كانوا شايفينه يمشي بنظام محدد جدا. ده اللي دفعهم فيما بعد انهم يعملوا احتفالات بأعياد دينية في كل مقاطعة في مواقيت ثابتة جدا ومحددة بحكم التقاليد الموروثة. واحنا عرفنا في خلال الحلقات اللي فاتت ان هم كانوا منظمين جدا جدا وكل حاجة عندهم بنظام. طيب كانوا بيحددوا الأعياد دي ازاي؟ كانوا بيعتقدوا ان المعبود ده اتولد في يوم معين من ايام السنة. احنا عرفنا ان هم كانوا بيتعاملوا معاهم زي ما بيتعاملوا مع البني ادمين بالظبط، فهم عارفين ان هو له بداية. البداية دي امتى؟ كانوا بيحددوها ويعملوه يوم احتفال يحتفلوا فيه. مناسبة تانية، يحتفلوا بيوم انتصار الاله او المعبود على اعدائه وقهرهم، يعني يا اما يوم عيد ميلاده يا اما يوم انتصاره على اعدائه. يعني بنشوف مثلا المعبود أوزير كان بيسكن في جوف الأرض بعد وفاته، لكن كان بيعيش ويحيا بقوة سحر قرينه. طبعا فاكرين القرين ك والروح با، لو فاكرين الكلام اللي احنا قلناه امبارح يعني. فكان عايش بقوة القرين بتاعه ك اللي تقمصت أجسام الموتى زي ما قلنا المرة اللي فاتت. فحادث وفاته كان له أكبر أهمية لأن منه نشأت قوته وسلطانه، ولذلك كانوا بيعملوا له احتفالات عظيمة برضو زمان في بلدة العرابة المدفونة اللي هي أبيدوس. طيب الاحتفالات الدينية دي كانت بتتم ازاي؟ كانوا سكان المقاطعة أو المدينة بيمشوا صف منظم في خشوع في موكب، بيرقصوا حاكم المقاطعة أو الملك حسب الأحوال، ومعاه الناس اللي بيبقوا عارفين الطقوس اللي هيأدوها في الاحتفالية دي او خدام المعبود، ويحيوا المعبود ويقدموا له الخشوع والخضوع والطاعة. ولما يحصل صراع بين الآلهة كان أتباعه بيحاربوا عشانه. واحنا عارفين طبعا ان كل مقاطعة كان ليها معبود، فأصبح يعني المقاطعة دي لو المعبود بتاعها وقع في معركة مع المعبود التاني أتباعه يحاربوا عشانه بالأسلحة. طبعا يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني كانوا مؤمنين تماما ان الإنسان ما يستغناش عن المعبود وانه في كل لحظة محتاج له. يعني ده برضو من الحاجات المثيرة جدا، يعني رغم ان في حاجات غريبة لكن في حاجات مثيرة جدا ان تفكيرهم فيها يشابه تفكير او يشابه المعتقدات الدينية السماوية. يعني هم عارفين ان الانسان ما يستغناش عن الاله ابدا ودايما محتاج له. كانوا بيؤمنوا برضو ان الانسان لو عنده معلومات عن سر المعبود يقدر يخضعه لسلطانه، واستمدوا الكلام ده من الاساطير اللي كانت بتتروي. والاساطير هنفرد لها برنامج خاص لانها جزء من الادب المصري القديم، هنفرده في باب اسمه الأدب المصري القديم، هنتكلم فيه عن القصص اللي كان بيألفها المصريين، الأساطير، أسباب نشأتها. لكن المهم ان هم كانوا مؤمنين ان أي ساحر
بتعويذة يقدر يسيطر على المعبود. ودي برضو حاجة غريبة جدا يعني. كانوا مؤمنين ان كل معبود له وظيفة خاصة. يعني مثلا امون المعبود المختص بالتناسل والخصب، حتحور وباستت معبودتين مرتبطين بالحب والغزل، بوات ونيت دول مرتبطين بالحرب، أنوبيس معبود الجناز والتحنيط وحارس الجبانات، المعبود تحوت مثلا بيمثل القمر وكان معبود العلم والمواقيت، المعبود حور مظهر لإله الشمس أو معبود الشمس. يعني عملوا نظام لعمل الآلهة والمعبودات، إن في معبود مختص بحاجة معينة، كل حاجة ليها معبود. ده يعني يتشابه عندنا في الدين مع الملائكة. الملائكة عندنا موكلين بأعمال معينة. طبعا ده تفكير رغم إن هو بدائي، لكن هم كانوا بيحاولوا يوصلوا ويفهموا فكرة أو فلسفة العبادة. سبحان الله يعني. كانوا بيعتقدوا إن لأن الشمس بتشرق من الشرق، فالجهة الشرقية هي موطن المعبودات ومسكنهم، على حين إنهم اعتبروا إن الغرب مملكة الظلام موطن أزير ومقر أرواح الموتى. اعتقد المصريين برضو من ضمن المعتقدات اللي كانت موجودة في الوقت ده إن الشعائر والطقوس الدينية أقامت صلة بين المعبود والإنسان العابد، فرضت على كل واحد بيهم واجبات متساوية. يعني الإله أو المعبود يطلب من أتباعه المخلصين كل ما هو ضروري له من خبز ولحم ولبن ونبيذ وملابس وأدوات زينة وحلي وأزهار وبخور. والحاجات دي كانت بتقدم للمعبود في شكل القربان أو القرابين. يعني احنا عارفين ان كان في فكرة اسمها القرابين بتتقدم في المعابد، بيتحط فيها أكل وشرب. كمان كان من ضمن الأعمال اللي بيأديها العابد للمعبود انه يهتم بالمعبد بنظافته، انه يقدم له جزء من الغنايم اللي بيكسبها في الحرب، لان طبعا هو كسب الحرب ديت وانتصر فيها بقوة المعبود، فكان لازم يقدم له جزء من الغنايم في المعبد. طيب ايه الواجب بقى اللي كان بيأديه المعبود ناحية الناس اللي بيعبدوه؟ حمايتهم والحفاظ عليهم وقضاء حوائجهم زي ما قلنا المرة اللي فاتت. في واجبات كمان كان لازم يراعيها الإنسان العابد تجاه المعبود لما يدخل المعبد. يعني ما ياكلش حاجة من الحيوانات اللي احنا قلنا مثلا انه هو محرم انه ياكلها. لازم يكون طاهر. لازم يكون اختتن. احنا عارفين ان الختان عادة مصرية، ودي كانت عادة تعتبر للطهارة يعني عندهم، لكن هي مش عادة دينية ولا لها علاقة بالدين اساسا يعني. فدي كانت واجبات لازم يأديها العابد قبل ما يدخل المعبد. وطبعا احنا شايفين ان كل حاجة بنظام، كل حاجة بنظام. رجال الدين كان اسمهم الكهنة، ودول كانوا عارفين الشعائر والطقوس اللي هيقوموا بيها داخل المعبد للإله، وهم بس اللي عارفين الإله أو المعبود بيقول ايه الواجبات بقى اللي كانوا بيأديها الكهنة داخل المعبد ويخدموه بيه. طبعا كانوا بيقولوا على حسب مكتوب، يعني بيقوموا بإطعامه وإطعام تمثاله وإلباسه، الاهتمام بالحيوانات المقدسة، إقامة الأعياد والمواكب. كانوا يقدروا يخمنوا المعبود عايز يقول ايه، وينتزعوا منه المعلومة بواسطة الوحي والنبوءات عن المستقبل. أحكام فاصلة في القضايا اللي كان بيحكم فيها الإله. وجنب طائفة الكهنة دي دول كان في حاجة اسمها أو طائفة تانية اسمها طائفة المطهرين، عفوا المطهرين. المطهرين دول كانوا بيعيشوا في معزل عن عامة الشعب، وكانوا بينادوا بالاسم دوت اسمهم المطهرين لأنهم بيتطهروا بالماء اللي كان بيتصب عليهم. وده عرفوه من خلال اسمهم اللي لقيوه على جدران المعابد.
فكرة القرابين البشرية كانت موجودة، هو في تضارب في الأقوال لكن يبدو أنها كانت موجودة، وكان من الممكن أن الإنسان يقدم أخوه قربان للمعبود علشان يكسب رضاه، يعني عنده استعداد يضحي بأخوه عشان يكسب رضا المعبود. والقرابين دي كانت بتتقدم عند قيام حروب بين المعبودات وبعضها وبعض، أو في مواقيت الأعياد الجنائزية. وكانوا الناس اللي بيحاربوا المعبود بيقتلوهم بضربة عصا، أما شركائهم سواء كانوا رجال أو نساء كانوا بيضربوهم لحد ما جسمهم يدمي ويقضوا عليهم. في كتاب الديانة المصرية القديمة للكاتب ياروسلاف تشيرني أورد إن القبور ما كانتش في مكان عام، يعني ما كانش ليه في حاجة اسمها مدافن عامة، كانوا بيدفنوا في أماكن الإقامة، وأحيانا تحت أرضية المساكن وقرب أماكن إشعال النار، ربما إنهم كانوا بيعتقدوا إن ده هيدفي الميت. لكن الشيء اللي ما قدرناش نفهمه إن في وقت مش قليل، يعني وقت طويل، كان الميت بيتدفن وهو جالس القرفصاء، فكانوا بيدفنوا الميت عموده الفقري منحني، الساقين متنيتين، بينما توضع اليدان أمام الوجه. ومحدش قدر يفسر الظاهرة دي اللي هم اكتشفوا انها كانت موجودة كمان في اوروبا وشمال افريقيا وغرب اسيا لفترات مش قليلة. اقترح بعض علماء عصور ما قبل التاريخ عدة تفسيرات للظاهرة الغريبة ديت، يعني عشان يحاولوا يفهموها، لكن طبعا هي كلها مجرد تخمينات او يعني مقترحات مش اكتر من كده. فكان من ضمن التفسيرات للوضع والظاهرة الغريبة دي الاقتصاد في المكان والجهد المبذول في اعداد المقبرة، يعني يبقى المكان اللي هيدفن فيه الميت مكان صغير مساحته صغيرة، والجهد طبعا اللي هيتبذل في حفرها صغير. ليه بقى؟ لان الادوات المستخدمة في الحفر كانت ادوات بدائية وصغيرة، علاوة على ان هو يبقى قاعد يعني قاعدة مريحة ويستريح ويدخل في عملية نوم وراحة، على اعتبار انهم كانوا بيعتقدوا ان الموت ده عامل زي النوم بالظبط، ويعني احنا عندنا في الدين برضو حاجة زي كده. وضع القرفصاء ده المصريين كانوا بيمارسوه وبعد وفاة الميت. كان بعض القبائل الأفريقية الحديثة ما زالت بتمارسه وتتني جثث موتاها في موقف يعني مشابه للي كانوا بيعملوا المصريين عند اقتراب الموت من الإنسان. وطبعا لو الشخص طويل كانت بتبقى مشكلة كبيرة جدا ان هو يعني يقدر يتني جسمه ويقعد القعدة ديت. طيب السؤال اللي بيطرح نفسه دلوقتي، هل الوضع اللي كان بيندفن عليه الميت بالشكل ده ويوجهه راسه ناحية الغرب مرة والشرق مرة في تطور غريب، يعني هل كان له علاقة بالعقائد الدينية؟ الحقيقة ان العلماء ما عرفوش يفسروا الظاهرة الغريبة ديت او يوجدوا لها يعني اسباب، وان كان بعضهم قال ان المصريين كان عندهم تصور ان الميت هيتوجه بعد الموت في اتجاه معين، فكانوا مرة بيوجهوه ناحية الشرق ومرة يوجهوه ناحية الغرب، على اعتبار ان هو بعد الموت هيتوجه لمكان معين، على اعتبار انه هيعيش حياة جديدة وهتتجدد حياته بنفس النسق اللي هو كان عايش فيه في الحياة الأولى. يعني بيعلق الدكتور سليم حسن في كتاب موسوعة مصر القديمة إن المطلع على تاريخ الديانة المصرية يعرف إن في بدايتها كانت بتصطبغ بصبغة مظلمة وقاتمة، حيث نجد أن معظم الآلهة تتألف وتتكون من حيوانات خبيثة مؤذية تبعث على الخوف والقلق. فنشاهد الإنسان يعني كان بيعبد جنب الحيوانات الأليفة حيوانات تانية مؤذية زي الثعبان والذئب. واحنا شفنا ان يعني كان في شعار لمعبودات كان شعارها الثعبان، وكان بيتأدى له صلوات وأدعية وتعاويذ سحرية بتستخدم في الحياة العامة. هل استمرت فكرة الضحايا البشرية فترات طويلة؟
لا، يعني هم مروا بفترات بدائية، لكن بعد كده لما اتطورت الحياة اختفت الضحايا البشرية اللي بتقدم للآلهة والمعبودات في المعابد كطقوس دينية، وحل محلها الضحايا الحيوانية، يعني القربان يبقى حيواني. وأهم حاجة كانت بتستخدم في المعابد كان البخور. ورغم تطور الحياة في مصر، فضل المصري محافظ على طقوس دينية كتير، وقصة الأساطير اللي هم عرفوها، ولا أساطير زي ما قلنا هنفرد لها باب لوحدها مخصوص. في أواخر العصر الحجري اللي هو عصور ما قبل التاريخ، وجدوا مجموعة من اللوحات والصلايات الاحتفالية ورؤوس دبابيس القتال، حفرت أسطحها بزخارف من رسوم تمثل أحداث تاريخية، وتحتل الرموز المقدسة للمعبودات مكان مميز وسط هذه التكوينات الفنية، زي رأس دبوس قتال الملك العقرب. واحنا قلنا الملك العقرب ده كان موجود قبل الملك مينا، وعمل محاولة لتوحيد البلاد لكنها فشلت. رأس الدبوس القتال بتاعه كان موجود عليه رسوم لساريات رفعت فوقها أقواس وطيور مخنوقة كرموز للمعارك، ورفع كمان عليها أو رسم عليها رموز دينية. يعني كانوا لما بيعملوا رأس الدبوس بالقتال ده أو الصلاية، لو تفتكروا صلاية نرمر، بيبقى مرسوم ومحفور عليها المعركة ورموز دينية، على اعتبار ان الدين هنا مهم جدا، لان المعبود هو اللي كان ورا النصر. ودي كانت نبذة سريعة عن الديانة المصرية في عصر ما قبل التاريخ، الأساس اللي اتبنت عليه الديانة المصرية. وهنتكلم بقى بعد كده في عصر الأسرات المبكرة ازاي الديانة اتطورت. دي كانت آخر حاجة في حلقتنا النهاردة. أدعو الله أنكم تكونوا استفدتوا، وأترككم في أمان الله.